صباح الخير. لسه صاحيه يا دوب بس رتبت سريري. دلوقتي هروح اغسل وشي واسناني عشان كده افوق شويه وبعدين ارجع لكم تاني. استنوني. هاي جايز، طبعا في فرق شاسع ما بين صوتي في اول الفيديو ودلوقتي، بس رحت خدت شاور كده عشان افوق لكم. النهارده اول يوم في الكليه، بجد متحمسه كانه اول يوم مدرسه. طول الليل مش عارفه انام، فتقريبا نايمه 3-4 ساعات كالعاده، وصاحيه متحمسه جدا 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 عشان الفيديو ده. وكالعاده قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، كمان روحوا بسرعه اشتركوا في القناه عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه شهر اكتوبر. ده كده شهر اكتوبر، ودي ايام شهر اكتوبر اللي عماله تخلص ولسه ما وصلناش 5000 مشترك. فاضل لنا دول ودول ودول ودول. روحوا بسرعه اشتركوا في القناه عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه شهر اكتوبر. اوكي، بس كده. حاليا بقى لبست كل الاوتفيت بتاعي، نسيت البس الساعه، ناسي حاجه كمان، الخاتم بتاعي. تعالوا نجهز مع بعض الشنطه. صراحه مش هاخد حاجات كتير، فمحتاره ما بين الشنطه التوتي الصغنونه واللي هي الاكبر شويه. بصوا بقى، قررت في الاخر ان انا اخد الشنطه دي وحطيت قدامي كل الحاجات اللي انا محتاجاها عشان ما انساش حاجه. طبعا اهم حاجه الاكل بتاعنا. كمان هاخد الايربودز، سمعت بنصيحتكم ان انا ممكن اسمع بيها بودكاست وهاخد السبحه دي وليب جلوس. وبصوا القلم الكتكوت ده، بصوا صراحه هو بتاع اسيل بس انا طمعت فيه. كمان هاخد معايا النوتة الصغنونه، مش هاخد الكبيره لان النهارده اول يوم فاكيد مش هكتب كتير يعني. وطبعا البورتفيه بتاعنا والمفاتيح والباور عشان اعرف اصور لكم اصلا طول اليوم والتليفون ما يفصلش مني. واكيد الميه بتاعتنا. بس كده وكده نكون جهزنا لأول يوم جامعة. وبيبي بير أكيد في يوم من الأيام هرجع لذكريات اليوم ده وافتكر بقى لما كنت في الجامعة. النهاردة أول يوم في آخر سنة دراسية ليا، أعتقد إن هي حاجة مؤثرة كده. من أول يوم اهو بقول لكم دلوقتي في الفيديو ده إن أنا أخلق ذكريات حلوة قوي في آخر سنة دراسية ليا في حياتي. انتوا متخيلين؟ دلوقتي المفروض بابا هو اللي هيوديني الكلية النهاردة، فعايزة أنزل له عشان ما اتأخرش. يلا بينا. استنى، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. ها يلا. الجو بجد حلو قوي، استمتعوا بشكل الشجر والسما كده معايا. طبعا مش هقعد فاضية في العربية، لازم كده اقعد اتسلى في حاجة وانا قاعدة. خلصنا اول محاضرة، ياي. نروح ناكل بقى، يلا على الله. بصي عينيا احمرت ازاي وانا قاعده في المحاضره. ما ينفعش تحضروها. بركاتك سلسله عشان بينا. اوبس. اول بريك مديانا نزاوي. نفطر بقى. انا جعانه قوي بجد. خد افتحي. شميتها ومش حلوه. طب ده حلو. كلته في ايه؟ هو احنا امتى نسافر برا مصر بقى؟ عارفه مره واحد كلمه قلت بطنه وجعت والله العظيم. بصوا جبت ده عشان لما ازهق في المحاضرة نقعد ناكله، فهناكله دلوقتي. هيا تعالى عشان تجربه. مشوار دوق عامل مسابقة اللي يقع هيعزم التاني. انا قتيلة الرصيف ده ان شاء الله يلا وقعي. وقعتي ماليش دعوه. وقعتي وقعتي. وقت الغدا بجد جعانين قوي قوي قوي. اول مره هنجرب الكريب ده. الجبنه رديئه. المحاضره شغاله واحنا نازلين اكل مش معقول. دخلت من عارفه لما تقولي الدكتور ده، من عارفه الدكتور ده اعمل هو خطيبها بتفرج عليك والله. عايزه اقول لك ان بطني ابتدت توجعني بس انا مكسوفه اقولها. ايوه يعني انت عايز ايه؟
انا سمعت كل حاجه، اني افهم كلمه ما فهمتش حاجه خالص، كله شمس شمس شمس. احي يا ابو سوسو احي. الوضع هنا كارثي، وما تسالونيش لابسه النضاره هنا ليه، اوكي؟ هنروحوا اسكندريه. يوم طويل قوي، باين قوي ان انا مرهقه وبحاول نتماسك انا وسلمى، بس الجو بجد حر النهارده وعينيا وجعتني قوي، فاضطريت ان انا اخد نضاره سلمى. بس يعني تدي اليوم كام يا سلمى؟ سالب هنقيمه. يعني انت مش مبسوطه ان انت شفتيني؟ لا لا ايه؟ ايوه كملي الجمله. بقول لك لا مبسوطه. ايه يا روحي. اكتر حاجه كيوت في العالم بجد، شكلهم كتكوت قوي طول ما انا ماشيه ماسكاهم في ايدي. روحنا اخيرا، روحنا يا جماعه. بجد مبسوطه قوي ان انا روحت. اليوم يا لهوي كان طويل قوي، بس يعني اتبسطت. حصل كام حاجه كده، بس انا انزل الكوتشي اللي قاعد جنبي ده. من اول يوم ابتدينا شغل وطلبات وسكاشن وحاجات مطلوبه مننا من اول يوم، بما اننا بقى سنه رابعه وكده. وعلى وش عمو لو سمحت بطل تخبيط يا في الانترو، بيخبط اللي هو خلاص في اخر الفيديو برضو بيخبط. ارحمني يا اخي ارحمني. الحاجه الوحيده اللي بسطتني صراحه النهارده، امسح الميك اب معاكم، بس صراحه مش حاطه حاجه، حاطه بس كونسيلر تحت عيني وروج عشان نتسلى واحنا قاعدين. بس والله بجد النهارده اتبسطت. اولا انا اول ما رحت الكليه كل اصحابي قعدوا يقولوا لي بقى اليوتيوبر بتاعتنا احنا بجد متابعينك على كذا، وانا عندك على التيك توك، وانا متابعاكي على الانستجرام، وانا عندك على اليوتيوب، وبكتب لك كومنتات. بجد اللي هو كنت مبسوطه قوي قوي يعني، لان هما مش مضطرين يجاملوني، وفي منهم مش مصاحبيني، فهم مش مضطرين ان هم يطبلوا لي. فكره ان هم جم قالوا لي كده دي حاجه فرحتني قوي قوي الصراحه. دي اكتر حاجه حلوه في اليوم. وكمان حصل حاجه تانية كده، كان في مشكله بيني وبين حد يعني في الدفعه بتاعتي، اوكي. المهم بقى ان هي جت كلمتني النهارده وقالت لي ازيك عامله ايه وكده. فانا بصوا انا كنت مقفوله منها لدرجه ان هو انا مستحيل اتعامل مع البني ادمه دي تاني. بس فكره ان هي عملت الموقف ده وجت قالت لي ازيك، بحس ان انا عن نفسي صعب عليا اعمل الموقف ده، كون ان هي عملته فيعني لو حسيت اللي هو عايزه اخدها بالحضن كده. انا جرحي لما خلاص انا اتصالح، وطبعا اتصالحنا يعني، قلت لها وانتي عامله ايه وكده كده كده. بس كان موقف لطيف. كمان اتبسطت عشان شفت بقيت صحابي بقى، كل صحابي والدفعه عموما يعني. هو انا مش كلنا صحاب بس كلنا زمايل في المكان. كان يوم لطيف بغض النظر عن المحاضرات والسكاشن، اوكي، وعن الحر. الجو كان حر النهارده بجد عيني. انتوا زي ما شفتوا انا على فكره حتى في المحاضرات كنت لابسه نضاره الشمس، لانه انا عينيا كانت بتحرقني قوي. انا دلوقتي عينيا مش بتحرقني، انا عينيا دلوقتي طبيعيه. وقتها كان الوضع كارثي. مش عارفه مبسوطه قوي كده وانا قاعده معاكم وبتكلم معاكم. بس عشان تبقوا تعرفوا عليا اكتر، انا شخص معبر قوي يعني. لو انا مبسوطه لازم اتكلم واقول ان انا مبسوطه، لو انا زعلان لازم اتكلم واقول ان انا زعلان. تبقوا بقى تعودوا عليا ان انا لما ببقى مبسوطه بحب اتكلم واقول ان انا مبسوطه. المهم ان انا هبقى مبسوطه اكتر لو انتوا حطيتوا لايك على الفيديو، وكمان اشتركتوا في القناه، ووصلتونا 5000 مشترك قبل نهايه شهر اكتوبر. احنا ليه دلوقتي 3000؟ فاضل لنا بس 2000 يعني نجيبهم في اسبوع مثلا يعني مش هتقل عليكم. بس لما تشوفوا الفيديو حطوا له لايك واكتبوا لي كومنت، وهو هيظهر لناس تانية وهيجوا يشتركوا في القناه. بس كده ده كان فلوج النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا معايا في اليوم. يلا باي، استنوا فلوجات وفيديوهات حلوه كتيره جايه. بس كده.